الاستغفار الحقيقي هو استغفار عن كل فكرة وظن غلط أنا ظنيته في ربنا. كل مرة قلت هو معقولة لو حصل الحاجة الفلانية الدنيا هتبقى يعني كويسة؟ إن الله على كل شيء قدير. ممكن تبقى كويسة، إيه المشكلة؟ معقولة إذا حصل مثلا طلاق أنا بعديها ممكن أعيش كويس؟ أيوة، إن الله على كل شيء قدير. ده الاستغفار، إن أنا أقعد أفتكر كل ظن وحش أنا ظنيته في ربنا وضيقت على نفسي وظنيت فيه إن هو ما يقدرش عليه، وبالتالي الدنيا ضاقت عليا أكتر. إن الله على كل شيء قدير. معقولة هو أنا لو اتطلقت من جوزي اللي هو مش كويس ولادي هيعيشوا كويس بعد كده؟ أيوة، إن الله على كل شيء قدير. كل فكرة تم زراعتها في دماغنا فكرة خوف، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يجي يقعد يحزنك، يحسسك إن الدنيا مقفولة. فالاستغفار الحقيقي، يا رب أنا بستغفرك عن كل ظن سيء أنا ظنيته فيك، إنك على كل شيء قدير. ليه سورة البقرة سورة بتفك السحر والحسد، أكتر سورة فيها كلمة إن الله على كل شيء قدير؟ إن الله على كل شيء قدير أكتر سورة في الآيات بتاعتها فيها حث على الإيمان بإن الله على كل شيء قدير. ليه؟ لأن الحسد والسحر وكل الطاقات السلبية دي بتيجي عشان تقولك لأ مش هينفع ومش هتقدر ومش هيحصل، وتخوفك. خوف، بتسيطر على البني آدم بالخوف، بتسيطر عليه بالخوف. إن الله على كل شيء قدير وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إن الله على كل شيء قدير. ربنا قادر على كل شيء. أنا لازم أؤمن بده عشان خاطر أبقى بأدي الاستغفار الحقيقي اللي بعديه ربنا يزودني في الرزق ويزودني في الراحة ويزودني في القوة. بتضيقوا على نفسكم ليه؟ بتضيقوا على نفسكم بتفكيركم ليه؟ بتقعدوا تحطوا توقعات سيئة ليه؟ درب نفسك. كل ما يجي الشيطان يقولك لا مش هتعرف ولا مش هتقدر ولا أصل الطلاق بيخرب البيوت، ربنا قادر على كل شيء. ربنا قادر إنه يحصل طلاق ويحصل بعديها معجزة والدنيا تبقى كويسة. ليه أضيق على نفسي؟ ليه أفكر كده؟ ليه؟ أنا مش مطلوب مني إن أنا أعمل شيء غير الإيمان، والحاجة اللي بعد كده تظهر لي وتتيسر لي أبقى أعملها. مش معنى كلامي دلوقتي إن كل حد يعني في قرار مثلا صعب في حياته ياخده دلوقتي حالا، لا خالص. انت الأول اشتغل على إيمانك، اشتغل على إيمانك. الموضوع إيمان. إن الله على كل شيء قدير. اشتغل على إيماني الأول، وبعدين هلاقي في حاجات بتحصل أحسن بكتير من تخطيطي ومن تفكيري. لأنه لما سيدنا يونس كان في بطن الحوت وكان بيستغفر ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا فكرت غلط، أنا ظلمت نفسي، أنا شايلت نفسي فوق طاقتها، أنا ما كانش مطلوب مني إن أنا أشيل كل الهم ده. فخلاص هو استغفر عن أفكاره وعن ظلمه لنفسه، فربنا نجاه واداله أكبر بكتير مما يتوقع. بعدها راح لقى كل قومه آمنوا بعد ما هو كان متضايق جدا وماشى زعلان قوي إن هم ما كانوش راضين يأمنوا، فأجبروا من نفس الحاجة اللي كانت مضايقاه. بس إمتى؟ لما استغفر على إنه حمل نفسه فوق طاقته. هو ده يعتبر ذنب من ضمن الذنوب بتاعتنا، إن إحنا بنبقى بنحمل نفسنا فوق طاقتنا، بنبقى عايزين نصلح الكون. مش مطلوب منك كل ده.
أو أنت بقى دلوقتي محتاج تقعد تستغفر عن كل لحظة ظلمت فيها نفسك، شايلت نفسك فوق طاقتها، كنت عايز تصلح حاجات مش بإيدك وحسيت بالذنب إن أنت مش قادر تصلحها. مش مطلوب منك كل ده. فده الاستغفار الحقيقي. يا رب أنا بستغفرك عن كل لحظة ظلمت فيها نفسي، شايلت نفسي فوق طاقتها. يا رب أنا بستغفرك عن كل لحظة أنا ظنيت إن أنت ما تقدرش إنك تعوض أو تدي أو تغني. بستغفرك عن كل لحظة صدقت فيها الناس لما قعدوا يخوفوني. ليه؟ لأن كل مرة أنا صدقت فيها كلام الناس وأمنت بكلامهم هم، للأسف اللي هفكر فيه واللي هظنه هيحصل. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. وما تبقوش فقرة في التفكير، يعني أنا عايشة والسلام، أنا عايش وخلاص، أو اللي يحصل يحصل. أنت ربك رب وهاب غني كريم، ليه بتعامله كده؟ ما خلاص بقى أنا عايش ليه كده؟ ليه بتضايق على نفسك؟ ليه ماشي عكس القوانين اللي ربنا حاططها فتاخد على دماغك؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ تمام يا رب أنا راضي بالعيشة اللي أنا عايشها، بس أنت تقدر تديني الأحسن. أنا ليه ما فكرش كده؟ ليه ده كل حاجة لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير في نفسك حاجة، مش مطلوب تغير بإيدك، مش مطلوب منك تاخد قرارات على أرض الواقع على قد ما مطلوب منك تغير إيمانك. احنا مطلوب مننا ان احنا نغير إيماننا، واللي نعمله على أرض الواقع هو السعي بالتيسير. الشيء المتيسر أعمله، الشيء المتسهل أعمله، الشيء اللي سالك أمشي فيه. بتتقفل في حتة خلاص ما كملش فيها بقى، ما افضلش بقى خلاص هي بتتقفل من ناحية أنا خلاص، لكن اتيسرت خلاص علامة الإذن التسهيل. صباحكم صباح خير يا فاميليا. علشان خاطر الكلام اللي بقوله لكم ده مهم جدا، مش عشان بس أحداث حياتنا تتغير للأحسن، عشان كمان صحتي الجسدية بتتأثر بتفكيري. أنا كل ما أفكر بتفاؤل وكل ما أظن الخير كل ما جسمي هيشتغل كويس، لكن هتظن ظن سيء هتعيش في حزن ونكد، للأسف جسمك هيبقى تعبان. يعني ننوي كده كلنا ان احنا نقعد نعمل جلسة استغفار. يا رب انا بستغفرك عن كل ظن سيء انا ظنيته في نفسي او فيك، لان كل ظن سيء يعني كل في مرة انت ظنيت في نفسك انك ما تقدرش، لا انا ما اقدرش. طب يعني انت رب قادر وانت عبد القادر، ليه ما تقدرش؟ انا باذن الله اقدر احط النية، اظن الظن الخير. ليه بتعيشوا نفسكم في الضيق والفقر؟ فقر نفسي، فقر معنوي يؤدي إلى فقر مادي وفقر على أرض الواقع ومرض. ليه كده؟ ما تعملوش في نفسكم كده. قصة كلها إيمان، مش مجهود على أرض الواقع. إيمان على أرض الواقع اعمل المتاح، على أرض الواقع اعمل المتاح، لكن اظبط بوصلة إيمانك، اظبطها علشان خاطر حاجات تتغير، عشان أمور تتيسر، عشان أبواب مقفولة تتفتح.